معانا هنا كوبايتين من اللبن او الحليب، ومعانا نص كوباية من السكر. هنقلب لغاية ما يدوب بس. وطبعا كل شغلنا على نار هادية، مش هنعلي النار خالص. نارنا هتبقى هادية، لو انت العين الصغيرة شوية هتبقى النار متوسطة. وهنبتدي نقلب شوية كده زي ما عودتكم. مقادير ان شاء الله سهلة وبسيطة، وما تنسينيش في تعليق حلو منك ولايكاية حلوة منك، واستنيه ان شاء الله رأيكم. بصوا هنا تلاقيت في حاجة شلتها، وهنا حطينا كوباية من دقيق السميد. لازم تكوني واثقة فيه، لان ساعات انا جبته من عند العطار كان في شوائب وكان في حاجات مش حلوة. هاتيه من عند خامات الحلواني او حد انت واثقة فيه يكون الحاجة بتاعته كويسة. هنا معانا كوبايتين من اللبن، ونص كوباية من السكر، وكوباية من السميد بتاع الحلويات او سميد البسبوسة، معروف وكل الناس عارفينه. هنفضل نقلب فيه كده على نار هادية او نار متوسطة. تمام. مع التقليب المستمر، ولو وصلت لغاية هنا ما تنسينيش في دعوة حلوة وصلوا على الحبيب. وطول ما احنا شغالين نفتكر دايما نصلي على الحبيب زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. هنبتدي طبعا الحلوى دي بسيطة جدا وسهلة جدا ولذيذة جدا للناس اللي بيحبوا السكر الخفيف. على فكرة سكرها خفيف جدا، وعملت كمية حلوة مش كمية قليلة، ومن كوباية سميد واحدة، ويعني ما كملناش نص لتر لبن يا ستي يعني. هنا هنبتدي نقلب اهو زي ما حضراتكم شايفين لغاية هنا، ما تطفيش طبعا عليها لسه شوية. هبتدي يعني انا كده بحاول اشيل كل السوائل منها، اخلي كل السوائل تتبخر اللي في السميد لغايه ما يبقاش في سوائل خالص. هتعرفيها ازاي؟ تبقى هي كتله واحده، وهوريكي ازاي. يعني هي ابتدت تبقى كتله واحده بس تحس ان هي ملزقه شويه. لا، هبتدي كده لغايه لما تبقى قطعه واحده ناشفه شويه صغيرين، بس ما تنشفهاش خالص. طبعا كل ده على نار هاديه عشان ما تحرقش معاكي. وعلى فكره ممكن تحط لها معلقه كاكاو خام وهتبقى بالشوكولاته وهتبقى جميله جدا. وممكن نغطيها باي حاجه تانية. هنا ما شاء الله خلاص كده تمام، بقت قطعه واحده زي ما انتم شايفين. سبتها تبرد، بصوا متلزقش في ايديا خالص. سبتها تبرد خالص وهبتدي اشتغل فيها. هبتدي كده اخد قطعه، لو عندك معلقه اللي هي المعياريه اشتغلي بيها عشان يبقى كله قد بعضه. لو انت مش هتقدري تحكمي القطعه معاكي. انا هنا ابتديت اخد قطعة قد بعضها، وابتدي اكورها شوية بين ايديكي كده، وهتلاقيها ابتدت تتساوى وتطلع متساوية زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله شكلها جميل اهي. وهبتدي اخلص الكمية واحدة واحدة، وهتطلع معايا كمية محترمة جدا 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 اهو. ابتدي اكورها كلها، وابتدي هنا اكور. هتعرفيها ازاي؟ هتلاقي ملمسها بقى ناعم كده معاكي وانت بتكوري بين الايدتين. هبتدي اكور كده وملمسها هيبقى ناعم جدا معايا وانا بكور. هجيب هنا جوز هند. عندك جوز هند، ما عندكيش جوز هند ممكن شوكولاته بيضه. مفيش ولا ده ولا ده، ممكن تاكليها ساده خالص مفيش اي مشكله. مفيش اسهل من كده على ما اظن ولا ابسط من كده. 3 مكونات بجد بمنتهى البساطه، وما وقفتش ربع ساعه بس قدام البوتاجاز، وهياكلوها تاكلها زي ما هي كده او تحطها في التلاجة. مفيش اي مشكله، مفيش اسهل من كده. هنبتدي نخلص اهو الكميه بتاعتنا، وما اخدتش كميه جوز كتير، بالعكس اخدت كميه بسيطه جدا. في ناس بيحبوه وناس ما بيحبوهمش. واحنا هنا وصلنا كده لاخر الفيديو. وطبعا ما تنسونيش في دعوه حلوه منكم، واترككم في رعايه الله وامنه يا احلى مشاهدين في الدنيا. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.